السلام عليكم. انهيار وبكاء رمضان صبحي بعد فوز الأهلي على بيراميدز وبعد هجوم جماهير الأهلي عليه في هذه المباراة. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ عطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد اكتساح الأهلي لبيراميدز ب3 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي شارك فيها رمضان صبحي والذي سخر منه جمهور النادي الأهلي وهاجم طوال المباراة رمضان صبحي. فقد صرح رمضان صبحي وأدلى بتصريحات لإذاعة الشباب والرياضة وقال: أكثر ما أحزنني في هذه المباراة هو جمهور النادي الأهلي الذي سبني طوال المباراة وجعلني أخرج عن شعوري في بعض الأحيان، وأيضا افتقدت لبعض التركيز بسبب هذه الهتافات. فأنا لم أتوقع أن جمهور النادي الأهلي الذي كنت أحبه وأعشقه والذي كان دائما ينادي باسمي يهاجمني الآن لأنني تركت الأهلي وذهبت لبيراميدز. والكل يعلم لماذا ذهبت لبيراميدز: من أجل الطموح، ولأنني أبحث عن هذا الطموح والفوز ببطولة أفريقيا مع بيراميدز وبالدوري هذا العام أيضا بإذن الله. فكنت أتمنى من جمهور النادي الأهلي ألا يهاجمني ولا يسبني لأنني فعلت الكثير للنادي الأهلي، ومهما فعل جمهور النادي الأهلي سيبقى رمضان صبحي أحد أساطير النادي الأهلي. وفي النهاية لو أنت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.